تعالوا كده بقى ناخد المحاضرة ال11، المحاضرة الأخيرة عندنا. فالمحاضرة ال11 دي كانت بتتكلم عن الديزرنج. دي صفحة ريمبر، سلايد ريمبر كده، فبيتكلم عن السيجمنتيشن تكنيك. فهو لو كان عندي علاقة ما بين الفيتشرز في الصور، أنا باخدها في الاعتبار يعني. فأنا ببقى كنت كيتشوال تكنيك، لو كنت بتجاهلها هبقى نون كنت كيتشوال. تمام. انا هنا بقى الموضوع عندنا احنا بنتكلم على اليونيفورم كوانتايزيشن والديزاين. تمام. انا دلوقتي كنت عايز اقلل موضوع اليونيفورم كوانتايزيشن دوت. كان ايه اللي بيحصل فيه؟ انا دلوقتي مثلا كنت بعملها باينري، يعني انا دلوقتي عندي ثريشولد لو اكبر من او بيساوي 128 ببقى ب 255، لو ما كنتش اكبر ببقى بزيرو. فدي كانت مشكلة عندي. طب انا هحلها عن طريق ايه؟ هحلها عن طريق الديزايننج. تمام. عندي 3 انواع: الايرور ديفيوجن اللي احنا بنسميه فلويد، والراندوم، والاوردر. تمام. احنا علينا الاتنين دول، الاوردر والايرور ديفيوجن. تمام. ودوت شكل كده بيوضح الموضوع بتاعي، بس عشان نخش في المسائل. فانا هنا دلوقتي بقول لك ايه، احنا دلوقتي بنقسم الصورة لعدد البوكس دوت، وهنا بتستخدم different threshold. يعني هنا بس خلينا نخش على طول. هنا بقول لك انك كومبير كل بيكسل دلوقتي بالثريشولد اللي عندك. تمام. يعني لو البيكسل اكبر من او بتساوي الثريشولد، بيكسل اولد، بيكسل او دي يعني اولد، لازم هنا بص اكبر من او بيساوي، يعني دي بقى مهمه. تمام. البيكسل اولد دي اكبر من او بتساوي الثريشولد عندك تبقى 255، غير كده هتبقى بزيرو. يعني انا مش فاهم. انا دلوقتي عندي الماسك بتاعي. تمام. ده فيه ماسك كده. تمام. وادي دي الصوره اللي عندي. تعالى بقى مشي الماسك ده على الصوره، هتحط الماسك هنا على الصوره هتنطبق كده. ادي دي الاربعه. طب هعمل ايه؟ احسب لي بقى كل بيكسل. دي البيكسل اللي عندي، البيكسل اول. تمام. هل دي اكبر من او بتساوي الزيرو؟ اه، تبقى ب 255. طب بعد كده ال 75 اكبر من او بتساوي ال 128؟ لا، تبقى بزيرو. طب ال 80 دي اكبر من او بتساوي ال 32؟ اه، تبقى ب 255. طب ال 90 ديت اكبر من او بتساوي ال 160؟ لا، هتبقى بزيرو. طيب ال 150 اكبر من او بتساوي 192؟ 150 اكبر من او بتساوي 192؟ لا، تبقى بزيرو. تمام. ال 90 اكبر من ال 64؟ اه، هتبقى ب 255. ال 180 دلوقتي اكبر من او بتساوي ال 224؟ لا، يبقى هتبقى بزيرو. طيب ال 84 اكبر من 96؟ لا، هتبقى بزيرو. تمام. ال 50 اكبر من او بتساوي 48؟ اه، هتبقى ب 255. طيب ال 176 اكبر من او بيساوي ال 176؟ هنا احنا قلنا فوق هيساوي، يبقى اكبر من او بيساوي، هي بتساوي، يبقى دلوقتي ب 255. طب ال 16 اكبر من او بتساوي ال 16؟ تبقى 255. ال 144 دلوقتي، هنا ال 200، بص ال 200 اكبر من 44؟ هتبقى ب 255. طب ال 235 دي اكبر من او بتساوي 240؟ لا، يبقى بالزيرو. طيب ال 128 دلوقتي اكبر من او بتساوي 112؟ ايوه، هتبقى ب 255. طب ال 190 اكبر من او بتساوي 208؟ لا، هتبقى بزيرو. طيب ال 70 اكبر من او بتساوي ال 80؟ لا، يبقى هتبقى بزيرو. وتيجي بعد كده خلصنا الماسك هنا، بعد كده حرك الماسك على الجزء دوت. هتقارن برضه بنفس القصة، يعني 150 أكبر من يساوي زيرو؟ لأ، هتبقى بزيرو. قصدي هتبقى أكبر، هتبقى ب255. 113 أكبر من أو تساوي 220؟ لأ، هتبقى بزيرو. وهكذا بقى تمشيها بقى واحدة واحدة بنفس الطريقة اللي احنا مشيناها. طب عندك النوع التاني بقى اللي هو الفلويد أو الإيرور. طب دوت بيشتغل ازاي؟ أنا برضه بقول لك عندك البيكسل أولد دي أكبر من أو بتساوي، هنا بس شولد هنا عندي ثابت، أما هنا أنا كنت باخد الثري شولد من الماسك. تمام. فأنا هنا بقول لك عندك دلوقتي ال 128 دي ثابتة. تمام. البيكسل أولد دي أكبر من ال 128؟ يبقى هتخليها لي ب 255. طيب وغير كده هتبقى البيكسل بالزيرو. طب دوت يفرق إيه عن الباينري؟ لا، هنا بقى احنا هنحسب الايرور. يعني ايه؟ انا دلوقتي مثلا بعد ما خلاص عوضت بال 255 بروح احسب الايرور. الايرور عباره عن ايه؟ البيكسل اولد اللي هي كانت قبل التغيير ناقص البيكسل نيو اللي هي كانت بعد التغيير، اذا كانت ب 255 او زيرو. تمام. ده قيمه الايرور. طيب هعمل ايه بقى في قيمه الايرور دي؟ هبتدي اوزعها نسب. بص دي اهم حته بقى. انا دلوقتي النقطه اللي انا فيها تيجي ضارب في 7 على 16 لو عشان اجيب النقطه اللي جنبيها. تمام. هنا اضرب 5 على 16، يبقى دول اهم نقطتين، اقرب نقطتين ليا. يميني 7 على 16، هنا دلوقتي 5 على 16. اللي في النص 1 على 16، هنا 3 على 16. طب يعني ايه بقى؟ تعالى بقى نخش في السؤال على طول. بص كده دلوقتي ال20 دي هل اكبر من او بتساوي ال 128؟ لا. بص هنا برضو عشان برضو ما اكدتش عليها، دي اكبر من او بتساوي. تمام. طب ال20 دي اكبر من او بتساوي 128؟ لا، تبقى بزيرو، هتحطها بزيرو. طيب ال20 ناقص زيرو اللي هي البيكسل اولد ناقص البيكسل نيو هتبقى ب20. طيب انا دلوقتي جبت ال20، عايز اجيب النقط. ال20 دلوقتي في 7 على 16. بص كده، ال20 في 7 هتطلع معايا
ب875 بتتقرب، هتتقرب ل9. هتقول لي ال9 بقى زائد ال150 هتبقى ب159 وتحطها هنا. وبعد كده تضرب لي ال20 في ال5 على ال16 هتطلع لك برضو ب5 وكسر، هتيجي مقربها ل6 تمام، هتبقى ب156. وهنا عشان تجيب دي فهتيجي ضارب في 1 على ال16 تمام، وهتيجي برضو مزود هتطلع لك بواحد وكسر تبقى ب1 تمام. تيجي هنا مفيش حاجة فخلاص مش مشكلة. طب هتخش على اللي بعده بقى، ال159 هل أكبر من 128؟ خلاص احنا بقى يعني جبنا دي وبتكمل بقى من اللي فوقك تمام. وبعد كده مالكش دعوة بدي تاني. بعد كده تيجي جاي بقى هنا ال159 أكبر من التساوي 128. أيوه أكبر منها. يبقى أنا هعمل إيه؟ هخليها ب255. طيب أجيب الإيرور، هتبقى البيكسل نيو اللي هي ب200 قصدي البيكسل أولد اللي هي ب159 ناقص ال255 هتطلع لك -96. انت خلاص هنا حطيت بقى 255 تمام. -96 دوت بقى اضرب برضه في النسب في 7 على 16 واللي هيجي لك هتقربه تيجي ضايفه على 80 تيجي حاطط هنا كده. وبعد كده تيجي جاي هنا تضرب في الواحد على 16 خلينا هنا كده 5 على 16 هتطلع لك نسبة تمام. تيجي بعد كده تيجي مزودها على ال91 وتيجي معوض هنا. وهتكمل بقى بهذا الريتم عادي خالص. بعد ما مليت الشكل اللي عندك تيجي داخل على ال 38 دي، هل دي اكبر من 928؟ لا. يبقى انت هتخليها بالزيرو، يبقى الايرور عندك كام؟ ال 38 ناقص الزيرو يبقى ب 38. وتكمل وتجيب النسب بتاعتك عادي. المحاضرة ال 12 بقى كانت عبارة عن يعني كان بيوضح بعض المسائل احنا وضحناها انا وبقول الفيديوهات يعني وبوضحها بس. فاتمنى يعني اكون قدرت اساعد حد وبالتوفيق لنا جميعا.